تابعنا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. يوم من ايام كاس العالم هنا في قطر التي تستضيف هذا الحدث العالمي والدور العربي حتى الان بالنسبه للمنتخبات المشاركه في هذه الكاس العالميه. السعوديه بالامس رفعت راسنا وتونس شرفتنا، واليوم الحضور مع اسود الاطلس المنتخب المغربي في مشوار المجموعه السادسه هنا يدشن المجموعه بمواجهه من نار، مواجهه مرتقبه مثيره امام المنتخب الكرواتي. اخوتي هيا للعلا السعيه، واليوم نسعى للمجد ونسعى لكتابه التاريخ ونسعى كذلك لتحقيق الارقام واستعاده ذكريات وامجاد الماضي. 86 نعم، هناك في المكسيك هناك زارت الاسود، واليوم نتمنى ان تزهر من جديد في العاصمه القطريه وفي مختلف المدن القطريه. هنا في كره ممكن شوط فيها جول. مودريتش يرفع الكره ورا على القائمه الثاني، الترقب والمتابعه بينما خطيره ديال الكره والسايس في نهايه المطاف. السايس يبعد الكره مباشره. سفنسيري المشاكس يمشي لزياش الباس 1-2. احلى كرات احلى لمحات ولمسات هنا في صافره وتعطى الافضليه للمنتخب المغربي. مودريتش، بروزوفيتش، كوفاتشيتش في وسط الميدان، وكراماريتش في الخط الامامي يتوسط بلاشيتش وبيريتشيتش. شوت الكره يا زياش عندك شوت. كراكي كره في وسط الميدان، انطلاقه كرواتيه البيت، الكره تمشي للامام طوليه لكن سايس يراقب المناره الدفاعيه. الكابيتانو غانم مرت سلامات اول غلطه قد الجزاء. انطلاقه من الجهه اليمنى على التحضير بعد من مودريتش في المراوغه. مودريتش يدخل العرضيه ولكن فيها تغطيه دفاعيه. بعد ذلك وصلت على جهه مغربيه في احلى كره حكيمي سدد الانذار الثاني بقدم حكيمي. مزراوي يغطي هناك في الجهه اليسرى فيها عرضيه تمشي ناحيه لاعب حكيم زياش، مرفوعه في القائمه الثاني. هنا نقصة الراسيه، وين الراسيه يوسف ينصيري اكثر مع مرور الوقت. هذه كره طوليه ممتازه يا يوسف ينصيري لو فعلت دفاع ما يمرش. برافو قاطع الكره في الوقت المناسب وبالت الاول الثاني في الوسط. هذا يعطيك ثقه اكبر. كره حكيمي هنا 1 ضد 1. حكيمي وفيها لمسه يد ماذا؟ هل فيها شيء؟ السنه الماضيه وفي السنه الحاليه هو اشتغل على 4-2-3-1 لما يغيب مودريتش، ولكن لما يحضر لوكا مودريتش دفاعيه ولوشوميه ستلعب هذه الركنيه بالراس. كوفاتشيتش يرفع كره لكن ياسين بونو بالمرصاقي وسط الكره على الجهه اليسرى. اخرج يا ياسين. انطلاقه مودريتش، يلا يا مرابط الكره البينيه المليمتريه. عينك على الكره يا زياش وعينك على نصير يا زياش، ولكن بعيده تماما على يوسف نصيري. اني ارى في الشباك يا زياش ولكن الجدار زيد اكثر. فكر بالتسديد، يرجع حكيمي والصافره والافضليه للمنتخب المغربي. زياش يلعب البينيه ممتازه وناحي لماذا الدوران يا اولاد. الخروج بالكره سليمه ملاح فيها خطا. نعم الخطا موجود طلع كره خطيره. اول تسديده من مودريتش، اول تسديده الرؤوس. زياش يرفع في القائم الاول ولكن الدفاع لازالت كرواتيا. سوزا وبونو. يا بونو الانطلاقه من حكيمي في عرضيه. اسم واحد المغرب عاليا، بينما الكره الاماميه للمسانده زياش، وهذا ما يعجبني في زياش، المسانده الدفاعيه والضغط على حامل الكره. عارف بان الامر سيمات. العرضيه بونو خطيره مرابط كمان طوليه. هنا ناخذ حذرنا افضل بونو. هنا العرضيه بونو ممتاز. الجهه اليمنى دي خطيره، عرضيه طلع الكره ممتاز. حكيمي في الرجوع، ممتاز حكيمي في التايمينج. حكيمي وزياش، حكيمي سدد. صاروخ
الشيوخ. مودريتش خلوا مودريتش، اعطوه المساحه مودريتش، ولكن زلزولي انطلق الزلزولي، راوغ الزلزال صعبه. يلا يا بونو 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 باقي على الخط، ومراقبه لاصقه ارجوكم خطيره. سيري ومن طلع الكرة الماضية، ثلاث مغربية. يحيى عطية الله يرفع الكروس الأول من يحيى.